اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير للموسم الثاني على التوالي. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. النهارده مع شخصيه جديده وغريبه في نفس الوقت. أسأل الأكوان عنا من نكون انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين. لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. الشخصيه اللي معانا النهارده هم الاخوان بربروسا، عمالقه البحريه في التاريخ الاسلامي. عائله بربروسا تعتبر واحده من اشهر العائلات في التاريخ البحريه الاسلاميه، وخصوصا بقى في العصور العثمانيه. الاخوان بربروسا واللي اسمهم خير الدين وعروج قدموا مثال عظيم جدا في التفوق العسكري، ومش بس كده، لا ده الذكاء الاستراتيجي، وبس كده لا ده القدره الكبيره على السيطره على البحار. ظهروا في فتره كان البحر المتوسط زي ساحب معارك كده لكتير قوي من الحروب. كانوا مشهورين جدا ان هم مسؤولين عن اداره الاسطول البحري الاسلامي، وده اللي خلى الدولة العثمانية انها تحافظ على شكلها لفترة اكبر. ده غير ان هم كانوا بيحموا السواحل الاسلامية من الصليبيين. كانوا بيعتبروا عمالقة البحرية الاسلامية، وده عشان التحديات والمعارك اللي نجحوا فيها، وده عشان يحموا السواحل الاسلامية. لعبوا دور كبير جدا في انقاذ المسلمين من الهجمات الاوروبية، وده كان على سواحل البحر الابيض المتوسط. الاخوان بربروسا اتولدوا في جزيرة ميدلي، وده كان في القرن ال15 لأسرة كانت بسيطة في البداية. والدهم كان اسمه يعقوب، وده كان تاجر بسيط، وكان دايما بيشجع ولاده ان هم يكونوا عمالقه. وفعلا مشوا على طريق والدهم وبقوا عمالقه البحار، رغم ان عيلتهم ما كانتش عسكريه بالمره، لكن الطموحات اللي زرعها ابوهم فيهم كانت كفيله انها تعمل ده وزياده. كانوا الاخين دول مغامرين بالفطره، بداوا من هم صغيرين في مهنه الصيد، واللي اتطورت بعد كده باهتمامهم للاعمال البحريه. في البدايه كانوا بيشتغلوا مع البحريه الجزائريه، وده كان ضد القوى الإسبانية والبرتغالية، وكان ليهم دور كبير جدا في تجنب الاستعمار الأوروبي للجزائر. لكن بعد كده بدأوا يواجهوا تحديات أكبر، لأن الدول الأوروبية بدأت إنها تعمل أساطيل كبيرة جدا وضخمة، وده بيهدد السواحل بتاعة البحر الأبيض المتوسط اللي هي المنطقة بتاعة شمال أفريقيا كلها. بدأ إن هم يكتسبوا شهرة، وبدأوا إن هم يعملوا أسطول خاص بيهم، وده عشان يواجهوا بيه التهديدات البحرية اللي بتحصل. قدروا يحققوا تحول كبير جدا في المعركة البحرية دي، كانت ضد القوى الصليبية، وشاركوا في غزوات ومعارك ضد الأسبان والبرتغاليين والفرنسيين. واحدة من أهم المعارك كانت معركة سبتة، ودي كانت سنة 1510. أثبتوا فيها قوتهم البحرية وهزموا فيها الأسطول الأسباني. كان عندهم قدرة كبيرة ورهيبة جدا، كانوا بيخططوا وينفذوا ويعملوا هجمات مفاجئة، وكانوا بينتصروا. وده اللي خلاهم أصلا إن هم يتفوقوا في الميدان. في سنة 1516 توفى عروج، وده كان أخو خير الدين، عشان يتولى خير الدين قيادة الأسطول البحري الإسلامي وينجح في توسيع نفوذ البحر الإسلامي بطريقة مميزة وجديدة، وبقى بيشرف على سواحل شمال أفريقيا. وده اللي أسس قوة بحرية كبيرة جدا. أنت شوف، أنت حرفيا معاك إشراف حاجات كتير، يعني أماكن استراتيجية وقوة مفيش زيها. سنة 1534 خير الدين بربروسا استدعوه لإسطنبول، ده عشان يخدم في البحرية العثمانية، وده كانت تحت قيادة السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان شاف إن لا، القائد ده مش قائد عادي، ده قائد قوي ومحنك، فخلاه يقود الأسطول العثماني ويحقق انتصارات خلت بقى ايه في هيبه كده للدوله العثمانيه. طبعا تحت قياده خير الدين بقت القوات او الدوله العثمانيه في حته ثانيه خالص. البحريه العثمانيه بقت واحده من اقوى البحريات
القتاليه على مستوى العالم. ضرب بربروسا دي في كتير قوي من المعارك، واشهرهم يمكن معركه بربروس، ودي كانت سنه 1538 اللي هزم فيها الاساطيل الصليبيه، ودي كانت تحت قياده البابا بولس الثالث، وكانت واحده من اكتر التحديات او المواجهات اللي كان فيها صعوبه بالنسبه للاساطيل الاسلاميه. طبعا خير الدين بدا ان هو يعني عارف اللي هو ايه، يبقى فيه تطور ويحاول ان هو يزود من امكانيات السفن وعدد السفن والاستراتيجيات تتغير، والفن بتاع القتال ذات يعني انت مش هتثبت على خطه معينه او حاجه معينه، لازم تطور عشان تواكب الحاجات اللي بتحصل، وخصوصا لان كله مستنيك تقع. بمجرد ما هيحس بضعف ولو بسيط انت اتكلت خلاص. السلطان سليمان طبعا كرم خير الدين لان هو راجل قائد عظيم وعنده فكر وعنده استراتيجيه ومقاتل، غير ان هو ادى الدوله العثمانيه كمان المفاتيح بتاعت السواحل كلها. بربروسا كان رمز كبير لنشر الاسلام في البحر الابيض المتوسط. كان الاسطول تحت قيادته هو وظيفته ان هو يحمي المجتمعات الاسلاميه، ده اللي ساعد اصلا في تسهيل التجاره ما بين المسلمين. توفى خير الدين بربروسا وده سنه 1546، وده كان في اسطنبول، وبعد ما قدم مسيره اكتر من رائعه حرفيا مليانه بالانجازات العسكريه البحريه. وشوف رغم ان هو مات من سنه 1500 حاجه و40 لانه ساب ارث لسه حي في تاريخ البحريه الاسلاميه. الحكايه وما فيها مش انت ولدت في بيئه قويه فهتطلع قوي، هو طلع في بيئه يعني الاخوين ذات نفسهم او الاخين ذات نفسهم طلعوا في بيئه بسيطه، لكن التحديات والطموح والاستمراريه والسعي. الاخين بربروسا مش مجرد تاريخ ولا تاريخ بحري بس، تاريخ للبطوله والشجاعه وان هم يقدروا ان هم يواجهوا التحدي. الاخوين بربروسا وبالاخص خير الدين قاده استثنائيين، وخدوا دور محوري غير في كتير قوي من الحاجات اللي كانت ممكن تحصل لو ما كانوش خدوا الدور ده. نجاحهم في البحريه الاسلاميه كان زي عود كبريت منور في وسط اوضه ضلمه. سيرتهم هتفضل رمز للتضحيه والقوه والابتكار العسكري، وان المسلمين والعرب يقدروا يرجعوا. بس كده دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، استنونا في الحلقه الجايه مع شخصيه جديده، ولو انت مش اشتركتش في القناه اشترك، فعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. وبس كده، سلام.